إذا أنت عايش في هولندا وبنفسك عسل أصلي درجة أولى هذا المقطع لك. بنهاية المقطع مسوي لكم مسابقة خرافية على 4 شنط عسل. وصلنا محل مناحل إدريس في مدينة روتردام وهذا هو الموقع. المكان مش بس عسل كمان عنده حجامة. وطبعا كان باستقبالنا الشيخ وكان في ببالنا عدة أسئلة. يا شيخ أنا لفت انتباهي هنا إنه عندكم عسل بألوان كثيرة ومختلفة. بالنسبة للنحل أي زهرة بيرعى عليها بيعطيك عسل مختلف، لونه وطعمه وقوامه. عندنا نحن تقريبا شي 57 نوع عسل. وإيش الأكثر مبيعا من ال 57 نوع؟ طبعا في الصدارة هو العسل اليمني. طبعا نحن عندنا مناحل في دوعن، في وادي دوعن في حضرموت. ما شاء الله. أنتم تروحوا تجيبوا العسل من اليمن وتجيبوه هنا؟ نحن دائما ننزل على اليمن ومناحلنا هنيك موجودة. طبعا هذا هو عسل السدر اليمني. مثل ما أنتم بتعرفوا أنه هو يعني أكثر أنواع الأعسال بيعطي مناعة للجسم. وأول شيء جربناه عنده اللي هو عسل السدر اليمني، وكمان جربنا عسل الصار الحراق واللي هو جدا مفيد للحلق. هذا الشيء صراحة اللي كنت أنا أدوره، العسل اللي بشمعة. نجربه. إيه طبعا أكيد. وأنا وعلي من محبين شمع العسل من ونحن صغار. والحين بما أنه مناحلكم الخاصة إيش تستخرجوا منها غير العسل؟ طبعا كل شيء بينتجه النحل هو عندنا موجود. الناس بتظن خلية النحل هي فقط عسل، لا أبدا. هي عسل وشمع وغذاء ملكات النحل، وعكبر النحل هو اللي يعتبر أقوى مضاد حيوي. أحيانا نصيغه لأمور أخرى، مثلا العسل في نحن كمان مساوي منه سكاكر العسل، حلويات من العسل بس فقط. وفي عنا أيضا عكبر النحل، عسل وعكبر النحل حلويات كمان. ما شاء الله. وبعد هذا كل الشرح حبينا نشرب أنا وعلي قهوة ونفكر إيش الهدية اللي ممكن نعطيها لكم، وبكذا اتخذنا القرار. بمناسبة إنه رمضان قرب حبينا نهديكم عسل لأنكم عسل. حبينا نهديكم هذا البوكس الخرافي ب3 من أجود أنواع العسل. كل اللي عليكم إنكم تشاركوا في المسابقة، وشروط المسابقة بنكتبها لكم بالوصف. وبكذا نكون وصلنا لنهاية المقطع. شكرا لكم على المتابعة ولا تنسوا الفولو واللايك.